حملة شفت تحرش عملت هاشتاج أوقفوا إعلام عمرو يوسف واتهموك بالتحرش اللفظي وبالنظر. سؤالي بقى، إيه الخيط الفاصل بين الغزل والتحرش؟ الموضوع ده ضايقني جدا. مش ضايقني يعني ضايقني انه انا شايف ان ده هبل ودي تفاهه، ودي ناس تافهه حبت تعمل من لا شيء شيء. من لا شيء شيء. استغربت، قلت ازاي يعني؟ هو في ايه؟ انا ما فهمتش حتى في الاول هم كاتبينها ليه يعني. اقري بقى ردود الناس بعد ما هم كتبوا الهاشتاج ده، شوفي الكومنتس بتاعت الناس او تعليقات الناس كانت ايه. يا تافهين، يا مش عارف ايه، انتوا جايين في الهيفا وتتصدروا، انتوا جاي ده الراجل ده اسمه غزل، ومن كل الوطن على فكره، مش من مصر بس اللي ردوا عليهم. الاعلان بسيط ودمه خفيف، وبصيت على البنت ورحت قايل والجو كمان حلو، وقصدي بتكلم على الجو بتاع المكان وعلى البنت ان البنت حلوه. ايه المشكله لما اقول للكاميرا ان البنت؟ انتوا يعني سايبين التحرش اللي عامل مشاكل في البلد كلها.